كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيثما تنسيتنا اللي كرنكم كرن سأيوبتو كرن سأيوب كل جماعات كذب سامن حتى دور قرب بقبي RPM بقبي تلفزيون RPM إريتريا ودواراتها أسكو تلبسح. أنا يوم قاشينا أستاذ عبد الرحمن السيد حقوقي ناشط سياسي وحقوقيتو لا نتهاجد يبو موضوع هي خاص موضوع ناي مواطنة أو هي موضوع والعد للبل التل موضوع لقنا قدموا لكن طبعا كمة أمورا شعبنا من الستينات من سنة 66 من جمهور عائلة أسك عاد إبراهيم أسك سنة 90 إبادة جماعية من أباء إثيوبيا سادف على يعني آلاف وآلاف مكررة قدام نواي أنس عمسي إفسون كيتات أطباء القارج أبيات ندد قدام بدأ أبيان بتان كيتات لتكايد على آلاف مكررة شعبنا من شعبنا ديب اللي خلال إلا 30 سنة يعني قدام بدأ وأرد بدأ طبعا شعب اللي لا حسل ديبو أمورته من أدوار لديبو هلا كانت سنيت كانت سلام كانت استقرار اللي بصح اللي تقولوا فاللي سبقبا شعبنا هي أكان لديبا أكان سلام أكان أمن ديبا إغلندا لحزة من مذبحة عاد إبراهيم سنة 1967 استبدل رجوع سك 91 أسك لا مساعة لا واسل الله لو وقت لها للجأ شعبنا أسك لا ساعة الله أجيال بزحت لتوالده جنيت والده قدام عبا أجيال بزحلفة فمن الطبيعي تو اندماج يقول لك بقى ديبا مجتمع لديبا مسهلة كم سر سبت قبعة لشعب ضروري يعني قل لي تجنستو استقرار قل لي ديتو أملاك قل لي ديتو دي في دول العالم الثالث طبعا إنسان قل لي شقة حدا من قبي ودكان قل لي ملك بيت قل لي ملك حدا من قبي لازم ودلا بلد قل لك بابو جنسيات نايل عاد قلت يعني قل له ليه تقولوا دي العالم الثالث كم سر السودان مثل وكالة إثيوبيا مثل ودي بالدواراتنا لله دول ثابتت قوانين اللجوء لبونكم سل دولنا أوروبا ثبت اللي شعبنا هي دائما حنت قدام قلش يقدرني مبزحه بماله بنوايو ترلجا كني ثبت قبا أملاكه اللي ده لا تقول مثل مجتمع عندما جاء وجنسيات أفقراء وديبوا وكم سل نبرها لكم سلينا عن دي باللي دول أوروبا لهلينا أتينا ديبا مجتمعنا أوروبا واندمجنا وجنسيات نايل عد ثبتنا لكن بانتقادات وبرفض أبي لتأبقى من إريتريين خاصة دي دول أوروبا نبرن هلو اللي لتبهل هلا اللي شعبنا دي اللي من إلا السودان حكومة السودان ومثل حكومة السياسة عند اتفقوا مسلمين من إريتريا أقول لك كفكفون دبيلو جنسيات لهيوبهم هلو ولتبهل الله اللي هي احنا اقلقنا عالج نحزن لنا مثل استاذنا عبد الرحمن السيد مثله قاشاينا هلا اللي موضوع اللي قلنا عالجته سلف مرحبا بك استاذ عبد الرحمن سنايد حنمد اكا مدد بنا من يترينا. السلام عليكم وسنايد حن صنحكم حو وحوات متنسيت راديو صيوب وحون عادل مسؤول ناي راديو صيوب. السلام ورحمة وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك استاذنا عبد الرحمن. اسكي عبد الرحمن التل موضوع اللي قلنا تهاجيت انت ما كتب كديبو التل موضوع اللي الاريتريين اريتري لبولا عيرت قبت اريتري لبولا قبا قبت اريتري لبولا حمام قبت كان قدام اللي تناقف منا يعني اللي اريتريت اللي بالنفر يعني قلت كهذا من قبي عبد الرحمن الاريتري البلاك اسكي التل موضوع اللي خاصة دي بس يعني عندنا مواطنة ميتا كفوف السرة يتحقت مهيابته مهديته مواطنة دي دولة بعدت أنا مواطنة دولة نسي حقت مهيابته من حكومة تتهيبني. تفضل أستاذ عبد الرحمن. شكرا حويص عادل. أولا مواطنة دولة بهل معناها
علاقة قانونية واجتماعية بين دولة ومواطن معناته. لدولة هتاتلت هيبكا لجنسية نايلعد بموجب قانون نايلعد. يعني لقانون نايلعد ديبو قانون الهجرة اللي بيقولوه في الغالب باللي موجب اللي جنسية تتهيبكا ومواطن قبل مواطن دول قبلنا حتى عد حقوق بك وواجبات بك لن مثل مواطنات لتمتسيته دي حقوق كل وبالذات دي بقانون كل المواطنين متساويين امام القانون. يعني حتى نحن كلنا امام القانون معناته المواطن لقانون قل كله شمل له معناته. يعني لا حقوق مثلا كمثل تعليم رعاية صحية ناي حرية التعبير تتهاجي وتشارك دي بسياسة كله حقوق نايكات معناته. وحر واجبات يعني بكا مثلا احترام ناي قوانين واجبكاته ضرائب قد تدفع واجبكاته دول شقية أو راتب دول هلقلك من اللي راتب أو من اللي شغل لا دخل منه لا تآتيو ضريبة دفع قله دولات معناته اللي واجبكاته برضو عاد كدول تتورر العدل جنسية ناس اللي هيك برضو واجبنا يدفع بك معناته. أزي إريترين لديب سودان لجنسية نسو لقدام بزح لحس الدوم هتوم ولا حوم لديب سودان صنحو أو ديبا جزونا سودان لنبرو ديب تجارة وديب تعليم مرة ناجحامتهم وقدم قايسامتهم لبلو لقدام لقلوم كل تعايرو يعني جنسيتهم تتسحب منهم وكنا اللي لبلو معناته. لكن اللهم مواطنين عند أنتم لا حقوق عند حدك دي بواجبات ذاته من بعدام والعلم من يقبيني من بعدام وتحت يكونيني ضرائب دي بدفعت من تحزي لا إريتريين ولا اللي لا شعوب لقبائل الممتدة يعني دي حدود لا تتعدي دي بتهريب يتركباني دي بتجارة غير شرعية يتركباني كلهم ما شاء الله ايديهم نظيفتها ونبراهم من بلهبتهم للمتصو وبحلالته. دي حرب كمان قدم قدام اللي دي بدفاع الشعبي للبهل دي بسودان مثلا بزحام نحن اولاد عدن بلهم الاولاد عدي بسودان لتصنحوا للسودانيين اصليين ولا اولاد عد لجنسيات لناس كلهم دي دفاع الشعبي اللي بقى ودي دفاع ناي جيش دي بجيش ده قبو قل سودان قل وحدتنا سودان ووحدتنا راديو وحدوده لا دافعوا ولا استشهدوه تومتو. مثال قلها بكا حويه عادل دي بتسعينات الجيش ناي جونجرن بإريتريان ده وبمساعدتنا إريتريا يقول لي شرق السودان هجوم ودسك كسلا أتوه فالحاميتنا يجيش سوداني حد قول عد وفروا منا يعني كان بعد جيسوه ولا دولة بنوكا ودوائران دبت خلاص قدم إلا منطقة لمعارضتنا السودان هتوم قل سبوتاتهم دبيلو حد قوى من اللهم لا التكرية ما انتم اللي بلوكا اللي هو زي إريتريين وبني عامرو قال اللي بقولهم له هتومتهم اسك جون قرن بيلا نحن ما كنا عاملين حسابنا للجماعة دي البيلا يعني لأنه لجيشنا السودان انسحبت لدولتنا السودان انسحبت وخلاص لهم بلا صنحت قولهم لأسلحة الخفيفة
وبشجاعة، ودافعوا وحرروا العد يعني، وحل جيش أقبلته. واللي الأيام أنا أتذكر ورود قائد عسكري اللي موضوع لي اعترف به وتهاجم به، وأنا أمركم به يعني يوم الشدايد ساد دول طولعت العد كل القدام دول هربا منه، إلا أزل ألسنتهم اللي طاولوا دي بل هلو مجتمع هتوت لبطرة وجونجرن العدد تكريو منه، ولا معارضتنا السودان مثل سياسة العالات كلها أفقروا منا منطقة يعني قدم إلا هيني إلا أيام منغستو وإثيوبيا دهليت إثيوبيا حتى يوم حدودنا السودان قد تتعدى حد قام يكونين الإريتريين، الحدود إريتريين دافعوا على الحدودنا إريتريا والسودان لهلا إسك تنصلنا إثيوبيا على دي بكسلة ودي خرطوم سفارتنا إثيوبيا على حتى يوم قل غطولو ولا قل زوم حولامي الأمرون، لأنه لقانوننا يلعد لاحترمه، قانوننا يلعد سبت لاحترمه لإريتريين لا مناضلين لقبو ولا مواطنين ولا مقيمين، كلهم قانوننا السودان ندحترمه نبرع له. حتى الاغتيالات شعبية لتودي ديبهم على ديب كسلا وديب برسودان وديب قضارف وديب اللي معسكراتنا علاجين كرد فعل قل كوادر وممثلين شعبية ديب السودان قل له طولهم حولامي الأمروني، لأنه العدل عهد وميثاق قلد. هلا قلنا مثلا دبيلو مثل شعبية ممكن ومثل إثيوبيا لتحاربوا دي بأي كان داخل إريتريا، لكن دي بسودان حرب قابيلة أمرني يعني ممكن حرب أهلية لنا يقرقر وقلل بهالبدير دي بحدود بين شعبية وجبهات قابيت بدري دي بسبعينات يعني، لكن قل سودانيين ومصالحنا السودان وسيادتنا السودان اعتروا دام دي بيل أمروني. فمن إريتريا والعل ومن ولاد عد والعل دي بالله السودان دي القيام بالواجبات لك بقى والدفاع نايل عد من أي مصائب من أي اختلالات سياسية وأمنية كمثل الإريتريين لدافع عقل ربون دي بالله عدلها. فأي واحد أزل للطاول ما هي بنت ملبول ذاته دي بالله السودان من إلا للطاول دي بهم للا بالجماعات ممكن ندخل لمني الأزم ربعنا يوم وادي قبيني إلا حتيتها. فنحن زي لقانون هتوت للحددو الانتماء وحرق لقانون كمان من ضمن ما يحدده مثلا جنسية على أي حق نصها مثلا بالميلاد بالتجنس بالانتماء وقال بهلا اللي تهيب للجنسيات أزي اللي من اختصاصاتنا دولتهم دي يكون من اختصاصاتنا مواطنين أو قبائل وقوميات يكونيني. فاللي مواضيع اللي اندرفعوها زي دولة هاجو اللي سودانيت واللي إريتريت ولا اللي كنيت دول له دي بلي اختصاصهم تم للتهاجو له اقولوا مخصص يكونيني يعجب يومني جنسياتي تهبون اللي يقولون اللي حزوا لقانون غيروه قلنا له بلو وانتهى مثل دولتهم لتهاجو. لكن قل مواطن مسلكه دي بواجباته انقوسي لأمرني ودي بحقوقه كمان ذاته حقوقنا يطولوا بي لأمرني اللي كله شرق السودان للتبال حوناتهم كلهم لقبائل من حلايب بنت استرديكا السك لإريتريا لتباتسح كلها هدن دواها وحبابه وبني عامرة وارتيقا كلها شعب حتيته أصلا ما في فرق كلهم بجهم وكلهم عاداتهم تقاليدهم تاريخهم كل حتيته. مع ذلك قل فئة معينة تقريت لتتهاجي قبائل إقلان دم يسكا إقلان تارجت دول وده اللي جريمة تنديكون مطالبة يكونين واللي شعب المواديد
صحيح دي بواجباتهم من قدامه ولا على الواديته، لكن دي بحقوقه من تريه هنا، حتى حقوق ناس يكون هنا اللي كل السنين اللي كل واجبات ندوده، اللي كل شغل ندشكه، اللي كله نضالات ومساهمات ندوده، انت حقوق حتى اللي يودين يعني يطالبني نفسه دي بتجارته دي بشغله كنا نبرن ديكون الا نايه بونيتا ولا نايتا دبيله بزح طالب ما يتريون لا الشعب اللي بالذات اللي مجتمع لا استهدوف له مجتمع عفيفته. اتذكر حتى مرات السودان قايس على سنة 98 حار ديبو قدامي أوروت دي معسكرنا علاجين دي مقرقور لبولو معسكرنا علاجين دي ونبر على وحر اتكسل مسا واتأمروني تلا دامكاتو وابو كفلانتو وكنا بيلون ناس عبيد خالص وكفون ليكم وما هلا اخباركم ولا معسكر لا تعيشوا دي بكفوتو ومن ساعدكم كفتنا برودي وكنا ندبيلكو لعلكو. فبيليني اولا لمساعداتنا الامم المتحده لما تسبيله كله من مسؤولين العباين نايلا ناي السودان نايلا دولة عند التاروف وبيل عند التاروف سك لما خزن بتصح دي بمعسكر معناته لاخر تم عسكر لبس حل معناها الليتو حريج وفينو زيت ويعني حاجات الليتو ملابس ممكن لها الذي والسكر واللي المهم اخر حبتين السك لما خزن لقيت معناته بيلا قلت وزع عند ترف عند لا تروف وقيسو طبعا لمسؤولين السنيت كاين قال له فصوم ده صعبو حر لا ترفه تم خزن لبتصوعه فديبا مخزن دول بتصح بيلا نحن نرئين اللي من قبلات بيلا كان نتقبلوا لنا بيلا لمساعدات لما بيلا لا ترفا بيلا من لهم مسؤولين العباي بيلا لمسؤولنا إلى مخزن ولا حارسنا إلى مخزن كلهم سودانيين فتهم نسوا بيلا وقلنا حتى نركب مننا بيلينا اللي المساعدات اللي بلوكم واللي حتى يتمطعنا منون بيلا دي باللي سود نتطرف بيلا كله أمريكا. لكن اللي ناس هذا كنا اللي تاجع عفيفته يعني اللي ناينات يا جماعة اللي مساعدات قلنا ما سهلة ودي باللي مخزن لقيت لها قلناها بونا دبيلو ممكن شبروا ودو على اضرابات ودو ممكن ازعاجوا ودو على مش كده ابدا يعني نبرة ناي ايديهم سبتي جابتني لتعففوا منها لقدام امرها بيوم من قلبه ونسأوا على بالتي احسن بالكرامه يعني امريكا. لكن اللهم صروا له ولا مسؤولين من نعبايهم السكله اخر حارسنا الى مخزن كله نسوه يعني وتم من قبلان دلرو لكن من أولو من نايوم سبتي قباني وسبع عفيفتو نايت هبوني تيلبلني هبوني يلبل يلبلني يلبلني داس يعني معك عدم بل بيرو صعوبة اللي كل لا بل بصعوبة اللي يقول بل لا اللي إلا حالتنا مجتمعات وحنا نأمره لكن مشكلة أيوة أستاذنا عبد الرحمن المشكلة بتمطنا لا إحنا من إدنوسناتا من نفسناتا أو نادي بالأوروبا بالميديا فيديوهات فتحوا والإرتريين أنتم جنسيات لدنا السؤال لكم عدكم قلت حدقون دبيلو تنديكون اللي سياس هو عمر بشير لو دووتو أنتم إرتريين أنتم جنسيات قلت نسأل بكم سرهم قلبل وعدنا هي من إسلام قل فضوا قل فروقان دبيلو كنا رهيبوكم هلو اللي هي العنصريين دي السودان نبرو لا فنات جنسيات دي لا فنات مكونات دي السودان نبرو اللي كم دليل نسوء كم جبت نسوء عندنا سووا كل فيديوهاتهم دي ميديا لقربوا اللهم كن جنسيات سياسة تبا هي بتهيبون دي يكون حقهم يكونني واللي لاجين عدوا قبل هاللي تقولون دبلو من نال حنا ذا لحونات المشكلة لو ودي من هلا فإلا حونا هي دي بأوروبا سلا نبرو لهلو لهجيهم لا تناقض هالذي ومسلك بلا كان هنا أنا دي بألمانيا نبر لك جنسيتنا ألمانيا نسي كقول له حويدي بكسرة له هلا هي أنت من عاد قل له بقرا كان دبي الأسياس جنسيته هو ببهلته إلا دول تتبهل إلا هي أقولهم هي قبي قب أقولهم هالليل أقول لا عنصريين دي شرع السودان دي السودان هلا فإلا كفوت مسلك تناقضت مسلك كمان لأنهم دي بروبا خلاص أرد أمانته مشكلة ألبون دي بأي حاجة دي بأي وقت لا قبل عدهم فاسكي شوية إلا يعني لما عادلت الأسكي أسنية دي يعني دي بحد أقرب بقى آه. تو ما هلا مسلك السياس قل لعبولي لحز يوم لإرترين للاجين محنتو لمواطنين لقابا ولا شانهم شيء تاني تو. لكن بشكل عام
دي بتسعينات حو تحريرنا إريتريا لاجين اللي قبلوا حزو وحر عدهم قليل قبلوا المهم مكايدات ودا النظام ودي بعدهم كم اللي قبلوا وديهم دي ما يمكن طول حد ده يقولون دي بس قلت قصوا حد قيوم معناته وديبو مقوماتنا يعيشي ودا قلومني كدولة يعني فاضطروا للعودة اللجوءهم قلوا انجبروا يعني غير كده المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي الأمم المتحدة UNHCR لتتبهل ميزانية وديت إقلا لاجئين لإريتريين عدهم قلا قبلوه فالنظام أبا بلسوه فاتهم استغربوا للأمم المتحدة أنا وروت مسؤول منهم دي بلندن ركب كل نفس الأيام هذيك فحر بالكوكو فوت الموضوع اللي بينين نحن مشكلة قلبنا كنا بلسهم ميزانية واديام نحن عنا حدود 30 مليون دولار أو جنيه استرليني زي تذكروني منتصف التسعينات الكلام ده لكن النظام استغربنا بيلا حراقيل ودهلا وحر كما استغربنا يعني كفو دولة وجبهات ورئيس قل إريتريا حارب كل بل وقل إريتريا قل حرر ناضل على الكوندبيلا أزي سبقوا وقدامه قل أقبلي الحزم ما مي أبل تفهم قلهم هتوم يفهمون فحر هتوم قال لك امرأة بيليوم ميزانيتنا 200 مليون حزة بيليوم بدل 30 مليون 200 مليون من يتهيبون الجماعة اللي يتقبلن بيليوم لبلان مسؤولته فحر بينه يا أخي أولا نحن الميزانية كله حسابات من دودينا 30 مليون كفاياته ومن نوع العلى حزة من قبل كمان مشكلتها لو خلينا نبدأ بإجراءاتنا إلى إعادة اللاجئين وحر أتحزموا من قبل وزيادة وكنا برضو نشق دي ومثلنا يعني من منح من الدول المانحة قلت هبنا نطلب بيلو لا بيليهم إلا 200 مليون من يتكررون إذا قدمي يتبلوسهم بيليهم وحر دي حتى منا مقابلتين لاجئين لبنان بيلا ذاته إلهم كلهم مواطنين تم بيلا فإلا النظام لو ضيوته لا حستي كونين ولا تحبعي كونين أمانته أنا قلت مساكاته دي بلنا إلى جماعتنا السوشيال ميديا وقال اللي تبهل هلا من ناحيتنا السوداني هنا يكون يعني قدام لكنه بالعلالة يعني قدام قليل يكون يعني قدام يعني كلمته لبوته وكل اللي رأيهم فهذا مشكلتها مسئلة من الليل اسكيله جاء أمانته بالناس أنا هم قبل أمانته نيبا كم إلا أمان إلا بقى أنت دي ميدا دول تفكران مشكلة قبل لا دبا بعربي لا هتو لا دام اللي يأمرون ده قبائي كونين أصلا ما أصلا إلا على فكرة اللي كل حملات اللي قبائي أحيانا أنا ما أشك إنه إدينا مخابرات السودان ونا إريتريا اللي دي بول لأنه اللي شعب اللي أصلا حوضه يعني اللي شرق السودان بالذات يعني لشعب دي بول هلا بني عامر لقبا وحباب سند وفخر قل كل بجهتهم ديكون رأسهم للدن لبون أبوم يعني سب أشرف الناس تم والابعدام حومته يعني انتحوا كم سلكان ده هلا زي ده كان يكون إلى ناقص من كان لكن فتن لتمتص دائما معناها في مصالح وراها قليل لجماعات اللي دي بشرق السودان اللي بجالب ولا بعدام لمسلم ساكنام يقول مصلحتهم يكونيني فقط لفتنة والدول ومعناها في واحد غيرهم مستفيد من خارج فئاتنا شرق السودان معناته فبالسبب لهجيه كله ساكتنا يقولوا لام وكنا يكونيني تعلم ميتو لأنه بقوله دولة السودان كمان أهميتهم ده أمرت ومساهماتهم ده أمرت وسب بطرق الشرعية جنسياتهم نصوا انتهى الأمر مشكلة بكازي سلا دولة هاي لكن أستاذنا عبد الرحمن لا إريتريين تنا مشكلة لو الدليل من هلا وإحنا حاولناه لدي لا أوروبا لنا بر هلا يعني هجيا
الميديا ده بيقولوا الفقورة اللي هو عباية مشكلة يعني انا أزل اذا كل يتابع كون ما اعرف بالضبط يعني لا اريتريين لقبو ولا بعدام ملب له اللو مبر حتى كلا عير وكنا سمعكو قلنا صبنا وقدامنا قلهم السودانيين يكون نحن هذا طبعا كمان كتبنا ديبو فيديو ايه ورا فيديو فهتو أكودي بكا فرحني أزا دي مقلنا مصحة زينا مسلكا العاد أنا دي بل مقالي لأكوغ الكرأي كومامي أيوة نعم إريتري قلت أمر والله من إريتريا تعبدي وقلبوني يعني نحن لا نحن مش أوروبا عدي نعيش لا لا لو معل إريتريا نتحلم أمريكا وسبها ليت جنسيات من زمان قلت إنسان دل تستاهل وسبها ليت ذاته دي خمسينات استغلالنا السودان دي قبلي دي بجيشنا السودان ده قول لنا ضلوا ولا قاتلوا عليه لكن جنسياتنا حزين لبيلوا عليه يعني الشعب مرة عدوا لفتيته لكن حرب دول قبل وزي اضطهاد هلا واستبداد هلا وكنها فلا اريتري لقبا ولا غير الاريتري نعجيس عدك قلت يولوا الا يعني يتقبين اصلا لانه العد هتوموي فقره منان لكم سلب الاريتري بالذات حوا قبا هذا اوازين حتى السودانيين دي بمصر 4 مليون سوداني لا جامع له امريكا يعني ودي اريتريا ذاته دي باريتريا هي استقبال بحفاوه ودولهم استقبال شعبي وحكومي نوصل للسلوك السودانيين يعني قدام لجي طبيعي قدام حو حرب هلا وحو استبداد هلا دي حتى عد من الطبيعي يعني فقر وكان سلام الحزة زي يوم كري اثيوبيا باص حملوا السودانيين كري يوغندا باص حملوا كل شيء يعني ونتمنى لهم ان شاء الله يعودوا الى اراضيهم يعني سالمين وغانمين ان شاء الله يعني فاللي انا ممكن بلني يعني ميتا لمشكلتها زي الاريتريين حتكم اقبلوتهم للبولهم للو يا جماعه ميتا انا يفهم كوان ممكن أنا آخر فيديو كمان لأكودي بكا يعني إنسان مسؤول إريتري سياسي تعبيته الله أي. يرحمه كل سميته قلنا مسيه كوني ايوه ايوه اجتماع ايوه عند ولد بلندنتو اجتماع عند ودا اتفاقيات فنقا سياسة فنقا عمر البشير بالله لا تبهلا لا اريتريا من ساب اقل كفكوفا انت تبهلا كل جنسيات لا يوبا ولا ايوه بس حتى الا وزير زي الداخلية السوداني كان اريتري ودي اريتريا انا رأي كل فيديو اللي بيلقاه الا حتى كم سل عنصريين كم سل دليل السؤال لو واتعبونا امبليه كمان اورو مسؤول كمان دي بلا معارضة وبرضه كمان دي بلا ميديا عندك قبول الشباب هذاهم لا يعني انبل معلومات وانبل علم وانبل معرفة يعني إلا هي لا بلو سهلو فهتا أنا لا بل اللي أكو أنت دي أوروبا نجا باك جنسيتنا برد سيدي شوف نحن اولا سب حق وسب امان نحن ومن حق وامان ينفرني ودائما انا استاذ الله يرحمه عمر جابر لبيليو ريكو بدرس معكو دولتها قديبو ولتها قديبو السياق كمان هي تحليل سياسي تو لانه كل نظام اتفوقامتم لحتى اتعدومي لحزيومني لنظامنا اريتريا ولا نظامنا السوداني يعني لا تصلايم بس حودي بو مثلا ولا قال عشان يكتركم ويستفيد ندبيلا جنسيات بيوم وقليتات لبل يعني فاللي مؤامرات قبل اللي تاريخته لا تنكر يكونين يعني لكن انا ازدي بنيتو قد نميزه لبنميتو مسلكا لحقائق هليت ولا تحليلات هليت الى السياسيين لقونا الى كوادر ازانا استاذ عمر كان فعلا كاريتري لتهاجع على يعني اريتريا من قدامه براقه لا تعرفها له وقال قدام بعد لا سكن دي بهلا تلا شكوت وبالهيني طبعا لا استفيدوا له لهم قلنا مصلو وقلنا لكن قربوا مشكلتها وندبيلو يعني أستاذنا ضدي لكن مشكلتها مسألة دي شعبنا دي حتى اللي بلاجين دي معسكرات اللاجين هلو كان عباية مشكلته ودي ديبهم ايوه حتى بس حتى انا دي مقلم ساكه حتى حزيكم مسلكها تفضل قدام يعني قل اكحق وحزاه اي سبب لحزه امريكا لانه انت اللي جماعه الاول بقانونهم ديبوا لهلو مخالفتنا قانون ودو من قبل الا دوله حكومتها ومحكمات بديبه وشرطات بديبه وكله بديبه يعني قل دوله لا تحدقوا امريكا الا حتيتها كاليد وجودنا الا سبيل منيكا من الناس او قطعه ارض ناس امي كونيني يعني خبزه واحده ناس امن كيكونيني
بعرقهم نبرو مساكين حتى اللي جيب معسكرات لاجين لهلوريكا اندحر سو نواين دو عطال دو كنا نبرو يعني معتمدين على نفسهم. سرحني يا اخي اتهجينا يا اخي اللي جماعات اللاريكا بالعكس وجودنا الى السودانيين نايلا لاجئين الاريتريين سودانيين استفيدوا منه. وظائف خلقت قلوبنا منظمات الاغاثه، عمله صعبه متصوم بدولارات ناي متحده يعني، وحر لشباب لاجئوا خليج وبعد اوروباتات لقيسوا هنا لهم كلهم هنا سلادل الاوكوستك سودان. يعني اقتصاديا البلد منعاش الا عاد الا كله لو مهربين على من قبل لا جماعه الله، ولو جماعتنا اجرام على من قبل ولا بعد ريكا حتى ويركبك واللي سبب اللي ممكن امانومته وبيلك عليك. لكن اللي شعب اللي بالعكس وجوده في ارضك اضاف لك قيمه اضافيه، يعني معناها ثقافيا اجتماعيا دينيا اقتصاديا مستفيد انت يعني. وحردي بواجباتكم دول ما كمان سلبي انه ما يقصر يعني. لكن التمييز دي ملت حزي كمسلك الحقائق حقائقتها كم هليت نحن ما ننكر حقائق يعني. قدام من الريتريف اقرا وتجنسه وخلاص ما في مشكله يعني، لا عيب يكون وجريمه يكون هنا انت مقالي ما انكم سولوت لابد. واريتريا سنيت من قبيني والله مش سوداني يكون اوروبا كمان قدام ده حد تتقبل. انا امر وروت هنا ايام اثيوبيا فاقرته ودي بلا لندن مثلنا العايش على دي بريطانيا، وناس رجل ماجستير وخريج وكل حاجه يعني. وحر اول ما اريتريا تحررت نفسه رفعوا طوالي اريتريا تكرر ودي بريتريا نبر على زغروب ترحم الله يرحمه. هنا أورود برضو دي بسعودية دي بشركات عبايشك على وبزحام أمثالهم. أنا بس مثال اللي بكلم لكم يعني. لعدنا قلنا والله مثل كل حقلانا لقوا ولا أي شيء قلنا ذهبت يعني من كل عدنا حزيها أمريكا أزاي لتمييز دي بالشلة حزينة مسلكها قدام حقوق المواطنة والجنسية بطريقة مشروعة ناس آتوا. أذا أنت أورود من شارع نمطة ولا من أي كان نمطة اللي جماعات اللي ما يستحقوا وقلوم لهم على حاول تعايرهم اللي مخالفته مجرمته، لأنك أنت اللي سب مواديكاته. بالنسبة للإريتريين اللي تقول لهم لهيك، لكن غير إنه لا نايكرا أستاذ عمر جابر وقال في سياق ناي تحليل وناي سياسته لا حاجة دي بالمواضيع اللي وقال لي حاول بعد قال ترجمة حاولوا ولا مشكلتنا إلى جماعتهم دي يكون ناي أستاذ عمر جابر يكونيني. لكن قدامها لو من قبل من تبلنا إذا نفرها لا يا أخي ريتريتو دي بأوروبا لا عايش ولا دي بأمريكا ولا أستراليا أي كان ولا لا أنتم ريترين أنتم أقبلوا كنيتا عفوا وسيلة قبله تنوسوا خير بدي ومن قبل يعني معنا شيء أمريكا. لكن بعدين ممكن مندسين قبو يقول اللي فتن تأجيج اللي يدولوا ممكن لتهاجوا. لكن في نهاية المطاف لو قالوا له اللي يكون أنا ميتو بغض النظر إلا جماعة الله إريتريين توم لاجئين توم وحرج جنسوا الليتات كل شيء بقانونته الحصلة ما في حد يقدر يزود عليهم يعني. ومن قدام أوروت يعني لا عيشتي نسأوا منه ولا أرضتي نسأوا منه ولا بيتي نسأوا منه، عايشين بعرقهم وبجهدهم وبالعكس مساهمين يعني في استقرار المنطقة وفي ازدهار المنطقة. فباللي سبب لجماعة اللي سبب أمان من قبو عادل دي باللي السودان ودي باللي شرق السودان ذاته بزحام له جماعات مخالفين تهريب ونايقلوا ما لهم يم هلو مش كده أفضل يبقى اللي تهاجوا. لكن دي باللي شعب مسكين ديو اللي ودوا لأنه لأمره دولة ألبوني قراه وهتو مسالمته واللي تحمل وصابرته. ودي باللي السودانيين بالذات يعني اللي دي بعدنا قلت دبول يعني قدام أمنا ودي بعدو كبتي كم قبل خلاص أنت أمين أنت يعني وتحميه حتى بروحك يعني. فزي اللي دي باللي دار النعيم لقبها قدم كم سنة ودي باللي قضارف وكسلا واللي تات لمجازر لو دو دي بسبنا يعني ينترسعون على فكرة اللي جرائمته بحق الأبرياء سروم ذاته أجنيتنا عيشتهم لك أولاد عصر 4 حصر 5 قبو قاتلوهم بسكاكين أمريكا اللي جرائم لو ود. لكن سياسة ألبو وقانون ألبوني ولا حتى بس مجرمته وجهة معينة دفعته دركته
او ابلعتو سلادها بتو قل له جرائم قليده يعني. وعشان يبرر هذه الجرائم لحزلبل عادل كنا بيلا لبل، وعبد الرحمن كنا بيلا لبل، وعمر كنا بيلا، وصالح كنا بيلا لبل. هذا مشكلته. لكن اللي شعب اللي لاجئ لك بقى ومواطن لك بقى دي ولا عادله بقانون تلا العيش لهلا حر طبعا ديب إثيوبيا ما أرثرين هلو جنسيات ناس يعني جدا. دي ديب بكلها السودان هلو، ليت يكون يعني دي بكلها هلو يا اخي. دي يعني بصومال هلو اريتريين، وصوماليين هلو دي اريتريا، ويمنيين هلو دي اريتريا، ودي بيمن هلو اريتريين. اي بريتري بالعدوات برا على مسلك يعني ابدا ابدا. يعني جنسيات عندنا ها شوف اريتري يكون حتى للسوداني انا اللي مثلا دي بحلايب لهلا ريكا ولا دي مصر لهلا، انتمائه الثقافي والوجداني دائما مسلحول دي بريتريا لهلاته. القبائل اللي انا نوشي دي بريتريا ولود وعابانا، السوداني امران وعايش دي بياناني. لكن حلاينا حونا وناي عدنا وناي قبائلنا يكون بس حلاينا حلفاويين وناي شماليين وناي سودانيين ناس الخرطوم نا يوم نسمع تمثل حلاينا دودينا ريكا لانه ليتو حتى يتلا شعبنا نحن دي بريتريا نعبي الكابلي، احمد المصطفى، ابراهيم عوض، وكلهم العبايله فنانين وتوم اريتريا ما تصعلوا برضه زمان. فميتوا للتعايش والتجانس الثقافي والاجتماعي من بدير على وهلا وقل لها ليتوا بزيمه. فالا قدام لغيروا لبوني حر لاجئ حقوق بديبو، مواطن حقوق بديبو. انت من انت قد تنسى وقتها باه انت دولتي انتاني لكم سللت حاجه قدام دائما باي صفه لتاجي باي صفه. اذا سرهم له لا الا جماعه الا ابيات ودو دكاكين ودو صوات من ودو ما بعرقهم ودو اندسر قوي ودون يعني بلا بتومتو. لكن طبعا الانظمات الليت ولا استخبارات الليت وحر بعض الحاقدين والحاسدين هلو امريكا لقدام مشكله طبعا صاروا أو فاشل قبو وقل شقي الحزيني وقل كسبي الحزين بالطرق المشروعه. فقل قدام لناجح يقولوا له حسد معناته احيانا كمسلوا ما هلا. لكن مع ذلك لا، اولا نحن الحقائق ينقيرني مواطنين هلا اولاد عد تقريت للتاجو وبداويت للتاجو قبائلنا معناته امتدادات تيب سودان هلا من زمان معروف لاجين علو ومواطنين لقبوه هلو بموجب القانون مشكلة لبومي وحرتهم بس يكونين دي السودان يعني كل السودان كله من تريو اصلا من اي كان ماطيته كله يعني شماله غربه شرقه وجنوبه كله قدام من اللي ومن اللي مات يعني عادي صاروا مشتركته بين القبائل بين الدول وصاروا هنا يعني مهاجر انتم من اخر غرب افريقيا مس ازل الدي ان اي برضه الحمض النووي هذا اللي بقوله اكتشفوا انه حتى لا نحن عرب نحن وقريش نحن وكنا لبلال علو طلعوا اصولهم حسب الدي ان اي من غرب افريقيا فقروا ايوه امريكا. فنحن الا منطقه الذي بتت هاجل ليك انا لو ملابسنا نحن البلدي من بقول له سواكن نقول له مش كده ايوه نعم بعدنا سواكن نقول له اللي سيف صديري وسروال وعراقي وحرله سماديد دول وددي واللي سواكني تنقول امريكا. نعم انا سواكن ازا عدنان دول يكون الساعه الكوكر اللي توكر وسواكن وتوكر لبولاتهم توكر اصلا بالتاء وليس بالطاء. فالسكر اللي برسودان وقال لك كله اريتريا مثلا على نزاته عندنا عبنا ايش عندنا احنا معنا شيء. ف فاللي تداخل هلا وحرب الى بضاعتها زي دي بيقول كله دي بريتريا حتى ايام الحرب مثل اثيوبيا بضاعت لها اغاني لها قال لها دي بسودان لفقر دي بريتريا سمعوا طوالي يعني متواصل دائما يعني انقطاع حاصل قولي لامرني امريكا. تمام فبالسبب لقدام زي فتن دول ودي لفتن قد تميزوا بك من حقيقات قد توصل بك. انا يومتي حقو ريترند انا السودان مسكوه وعيشكوه وحرب بموجب القانون جنسيتنا ساكوه من قبل خلاص انتهى الامر. اللي اختيارنا ايته لا لدولتها تبلا بتنيته لقانون سمحة ليه وانتهى الامر يعني. دي بالله تازي دي بآخر تقييم لنا إيكا الإريتريين دي في السودان جنسيات لنا سووا في إطار اندماج
هم الاندماج اللي احنا هلا دي بأوروبا اندماج في إطار اندماج في المجتمع السوداني تو انه يكون سياسي يكون بحركاته مثلا ولا لا بعض من سمعني، هو تو قانون الهجرة السوداني بموجبه سمح الموضوع ده، مش كده؟ يكون سياسي بعد يكون سنحني كن نفصل له ضروري تو أمريكا سياسي على وقل هليته بس هما مثلا قدام اللي تزال لهم الحزب الاتحاد الديمقراطي اللي هو ناي السودان تأمر ما سمع بمش ناي لهم نايلا مراغناته أيوة. قواعدهم الجماهيرية دي بشيتهم من الملوكة دي من اللي شرق السودان ده كل قبائلناتهم. فقلوم أزي انتخابات ديبو دول لحزوا قل اللي جماعتنا دي بمصر يعني حونا يعني الامتداد ناينا لقبوا ولا ديبو حرلة جنسوا قليتات لهم كلهم نايناتهم لقلو. ترى الأنصار لهم حزب الأمة هنا جهة الغرب قيسوا أمريكا. فالتأسيس هلا دائما، وأيام كرا عمر البشير كمان نفس الشيء يعني سايسوا بمواضيع اللي ما في شك يعني اللي تات حاصلته ودي لكن أزي كونين أزي كيزان لبلوكان دي يكون من دولة السودان من 55 استبديت ريكا الختمين اللهم دي بشرق السودان تملا له مش شرق السودان وبس اسك اريتريا بس صحوا لا السيد اللي بلوكا دي بريتريا مثلا أيوة. اللهم ما هتومتم لمراغنا مم. حومتم قل محمد عثمان المرقني حومتم يعني جزء منهم دي بريتريا على وجزء يعني دي بالشرق السودان على ودي بخرطوم أزي يعني حتى ثبت قوال للشعب اللي من أبدأ من داخل إريتريا من مصوعة استبدال دي مصوع من على مسلكة ست علوية الأولى المرغانية وسيد هاشم على حتى دي أمريكا ما عرفنا اللي أه بينتسب أيوة وحر سكة اتجاه دي كرن من على سيد جعفر على إيه. أولاده سيد إبراهيم وسيد عبد الله الأولى كلهم مرغناتهم المرغنيتهم حتى دي فريق كورة على المرغنية اللي بيقولوا وحينا دي مدن إريتريا هلا أحياء المرغنية اللي بيقولها أمريكا إيه. وكل اللي حرسك شرق السودان جايز بقى الاتحاد الديمقراطي اللي بيقولوا اللي حزبنا نايلا مراغنا اللي شعب اللي كله بالنسبة يقولوا رعاياهم دي بريتريا لك بقى ولا دي بسودان نايوتهم يعني كمثل عدوا ناس أماتهم وكرس اللي سيد عبد الله دي ايام الحرب دول سكلت جيسا برسودان دي بساكنا معلو محترمين توم بمكاينهم اتوا للسودان يعني ودي بسودان جنسياتهم نصوا لكن توم اريتريين توم لكن مراغناتهم يعني حوم دي بليه اللو وحوم بله اللو دي بريتريا اللو ودي بسودان اللو امريكا يعني كل الجنسيات الا حتى القبائل اللي بعدام كمان لمنتريوم ازال هوسل وبلوكا من غرب افريقيا ما صامتهم لكن جيب لي غرب القاشة لو دي باريتريا ما هلو يعني دي بقاشة لو دي بكل مدن اريتريا حل التكارير اللي بيقولوا كل الاحياء نايومته عاده يعني الا رشايد اللي بلوكا نفس الحاله دي بريتريا لو دي بسودان هلو هذا دول بلوكا نفس الحاله دي بريتريا لو دي بسودان هلو ونفس المواضيع نايلا قبائل اللي بعدام كمان يعني جنسيات تذكر شكريا قانون دي ترفو كرا شكريا دي ترفو دي نفس الشيء دي بداخل السودان ودي باريتريا له فاللي اللي قلنا ميزو قلنا غدار بنا اللي حقائق اللي قال لك جلنا لبوني لكن أورود يعني زي ما يقولوا حق أريد به باطل إذا أنت أنا أريتريا بتقاكو عايز ترتكب جريمة بحقي إنسان لجريمة جريمته وصاحبها هو المجرم أنا أريتريا باكو جريمتي كونيني أصلي أريتريتو جريمتي كونيني عجي دولين ما كان وجنسكم من قبل كمان جريمتي كونيني قانونتو ان دي يكون قانونتو يعني لكن كم سلة بيركوكا حتى كنيمان ده هلا رأيكا دي باللي شرق السودان ودي باللي كل السودان كم سلة لمجتمع زل اللي تعايروا له كم سلة لساهمة اقتصاديا وأمنيا هلا من قبل السلوكات ما انتبهوا دي بعمران السودان كل شيء يا أخي نحن أزاد دي بريتريان دعلنا الأيام سبعينات ثمانينات لقدام بعد 67 بالذات قدام السودان دول لجاها الأبيات اللي بيقولون على من شكال الشاك على طين اللي طوبوا اللي تات الأريترينا مصوبة له طوبة مصوب يعني أيوة كل كل بناء بليكا يعني عمروا البلد يعني السكلة لاجينا إلى قرى ريكا
لما تصوم لعد عمورة مش كده لمعسكرنا علاجين مدينة ودوه حر نسوم كالا يتمرت من نند نسوي عندي خلاء ورد يقول لك كوفهم رويت له بديبو قال له لا نضيفوه من جديد يعني وبنوه حر منه يرفعهم كان حد يا خلي شعبنا لحاله فهمت ترى قل له السودان ملي ودقله ملي ودقله بزح بنا ملي ودقله وعلمه ايوه ويعني المساجد اللي كله زي دين لا قرر دي باللي حدق دي بشرق السودان سكر ود مدني وكرلي خرطوم حتى ولا جماعتنا لا تقرؤوا قرآن ولا تصلوا واللي تاتتم سب يعني شريف وأمين يعني دي بعد كا خير حتى وادي كيكونيني وانت تأزيو دولة تأزيو شرطة تأزيو حكومة تأزيو وحر كمان أي واحد أطرف واحد يعني ده فقرين اللي تعايره وزي ندي بالسوشيال ميديا اللي تعايره فاللي كله دسائس سبلك لكم لأنه يعني بداويت ولا تقريت ولا حاجه بس يكونيني دي بريتريا ودي بسودان لهلا كل القبائل مش اذكروا لك علىكم فاقول له دي ويلت هاجو طيب فعلا حلنجا نفسهم ريكا لبلوكا نحن ذاتنا مش اريتريا والسودان لا نحن ذاتنا اصلنا حبش من هدفتنا هي كبسانا يا حبشه من ما صار نحن لبلوك لا حلنجا ذاتهم يعني ايوه صح لا حلنجا ذاته اللي سميت حلنج معناتها بتقريني حلنج لبولا امريكا او بتقريت حلنجاي لبولا مش كده ايه ما منا ما تتلب لك وفخورين ثم ما شاء الله يعني وما في حد يزاود عليهم يعني ولا يتكلم في مواطناتهم والليتات يعني يقول لي شعبنا بس قل لي مسكين لقبل تقريت وبدايت لتهاجا قلميتهم قولوا له استهدف معناها لاستهداف السياسة دي كنا يوم استهداف سياسي تم قانوني تم لكن استهداف سياسي تم ايوه تمام استاذنا عبد الرحمن كده دقيقة ولا 3 دقائق هلا قلنا شوية كلمة من بكاء قل اريتريين نشطاء فقط الاريتريين للنشطاء لانه بالله ميتة يعني النشطاء حاولوا اولا حاولت دي مواضيعنا اريتريا ليك دي اريتريا ركز ودي بتهاجي اللي مواضيعنا كرسودان حقو سنيت امروا او كمان لهجياكا براءة بلو ولا بخباست حقو قدام ضحية وقدام اللي تأزموا انه هلا برضه حساب كودة الكلمة هي مسؤولية كمثلث باريكا وبكرة ستحاسب أمام الله يعني بيجيك قدام قتله من قبل وقدام أكيد رأى من قبل أنت اللي ذنبك على جنبك ومسؤولية عبايته فبالتالي أي ناشط أنا اللي أصلا مسؤولته أنا شعب يقلق الأنقذ وحقوقنا شعبي دي وتهاجل لك وثبت لي بالهلا بمسؤوليته للتهاجي أن يكون كنا ناي طليان لبلو باسو تيمبو لبلو يعني ما حلفنا اي وقت انه ده قل ونسات وقليتات ساكت دي تيك توك لك كفا ولا دي فيسبوك عالم الرياء وحرب ناس يستغلوها مثلا سوء الاستغلال انسر مشكلتها وبالسبب انا اقول للناس دائما تحلوا بالصبر ودائما كونوا مسؤولين عن كل كلمه تقولوها يعني. شكرا استاذنا عبد الرحمن. شكرا جزيلا حيسام تنسيتنا لنا اليوم برنامجنا وخاص بخصوصنا بمواطنة تنتهاج عنا محاضرتنا هنا الأستاذ عبد الرحمن علت فشكرا للأستاذ عبد الرحمن وأقول لكم شكرا لله سك تتنسونا لكم وتتابعونا لكم شكرا جني لكم فتح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيرن سأيوب حيسام التنسيق كيرن سأيوب لاقي اليوم الدولية ملعنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو